ما فيش مشكلة يعني. ممكن يكون عندنا ظروف تأخرنا شوية في الدراسة، ولكن من مميزات مجال فريلانس واللي ممكن هنتكلم عنها إن شاء الله إنك يعني في وسط دراستك نفسها أنت بتشتغل وبتعرف تجيب لنفسك دخل ايوه كويس. تمام. ما بيكونش مرتبط بقى ما انا عايزه كده، ما انا عايزه اشتغل فريلانسر عشان استثمر في وقتي بدل ما انا قاعده يعني. إن شاء الله بإذن الله. بس مش عارفه ابدا بايه يعني بصراحه. حتة البداية دي إن شاء الله هنتكلم عنها في الكورس النهاردة، في المحاضرة النهاردة ان بإذن شاء الله. الله. هكلمكم عنها وهقول لكم على المصادر اللي ممكن تتعلموا منها، وهقول لكم ايه الحاجات اللي فيها مصادر مجانيه كويسه ممكن تتعلموها، وايه الحاجات اللي لازم المصادر بتاعتها تكون مدفوعه من كورسات سواء اونلاين او اوفلاين او كذا. هقول لكم كل حاجه وانت هتبقى قادر بعد المحاضره دي انك تحدد والله انا هدخل في 1 2 3 خلاص هشتغل على نفسي من دلوقتي. ان شاء الله. هقول لكم كل حاجه ممكن تاخد منكم مده قد ايه كمان يعني ان شاء الله. كان في استاذه ميار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسمي ميار حسن. أنا خريجة جرافيك ديزاين، يعني بقالي شهور كده متخرجة جديد، وكنت بدأت في مجال الفريلانس، بس كانت المشكلة عندي إن أنا مش بعرف أجيب أول عميل. يعني دي كانت عندي أول مشكلة، مش لاقية لها حل للأسف. تمام. دخلت موقع ايه؟ دخلت في مواقع الخمسات والفريلانس والأب وورك، كل المواقع الفريلانس تقريبا. هو الفكرة عشان أنا أصلا خريجة جرافيك فاشتغلت، بس اللي هو الشغل بقى مع ناس يعني من دول بره، بس مش عن طريق برامج الفريلانس نفسها. فبإذن الله برضه هقول لكم على حتة أول عميل دي عشان أنا عارف إن في ناس كتير بتسأل عليها. تمام، شكرا. أستاذة سلسبيلة اتفضلي. السلام عليكم، أنا اسمي سلسبيلة أحمد. عندي 16 سنة. هو الصوت صغير فعلا، حد صغير يعني. أنا ببقى مبسوط جدا والله لما بشوف حد صغير داخل مهتم بقى وداخل المجال ده، بقول يا ريتني كنت بدأت زيك من بدري. شكرا. اتفضلي. بشتغل وبتعلم كتابة المحتوى، يعني بشتغل ولسه مكملة تعليم فيها. بتعلم برمجة. وعرفت صفحة حضرتك يعني بالاهتمام بالمجال، ومامتي عرفتني على حضرتك. وعايزة أتعرف إزاي أستخدم اللي هو برامج العمل الحر، يعني برامج الفريلانسنج كده اللي هي زي مستقل وفريفر والحاجات دي. خلاص ماشي، خلينا نقول الفايفر ده احنا عايزين نلغي طيب. حته الفايفر ده من محاضراتنا خالص، لان فايفر ده يعني احنا معلوماتنا عنه ان هو موقع اسرائيلي، فاحنا ما بنشرحوش ولا بنجيب سيرته ولا اي حاجه، واحنا اصلا في غنى عنه، احنا عندنا مواقع كتير عربيه واجنبيه غيره. فموقع عايزة أعرف أستخدمها يعني. هقول لكم باذن الله يعني الدنيا فيها ايه. طبعا اكيد مش هنقدر ان احنا نشرح المواقع ولا ان نتكلم في كل حاجه بالتفصيل، ولكن انا هقول لكم افضل المصادر اللي ممكن تروحوا لها. والحاجه الثانيه، الحاجات اللي ممكن نقولها سريعا دلوقتي هنقولها، يعني حاجات بسيطه. حته اول عميل دي انا ممكن انصحكم فيها، النصايح بتاعتها كلها اللي بتتشرح جوه الكورس هقولها لكم النهارده ان شاء الله. وبعد المحاضره دي باذن الله يكون عندكم يعني معلومات كويسه في كل الحاجات اللي انتم سالتوها دلوقتي. جزاكم الله خيرا، ربنا يجعله في ميزان حضرتك يا رب. احنا واياكم يا رب، اللهم امين. استاذ زهراء اتفضلي. السلام عليكم. اولا اسفه ان انا ما ردتش من شويه، بس كنت بدور على الهاند فري عشان اعرف اتكلم. انا كنت مع حضرتك في المبادره اللي كانت تبع استاذ احمد علاء لو تفتكروا. ايوه. بتاع الهرم الرابع. كنت موجوده فيها، بس للاسف حضرت اول محاضره وعملت الاكونت على خمسات وكده وفعلته بس، واللي هو وثقته بالبطاقه وكده، بس بعد ايه. انت قلت لي ان في بعض الظروف، قلت لك ارجعي في اي وقت واسمعي. بالظبط. ساعتها والدتي تعبت ودخلت العمليات وكده، وللاسف ما كملتش الكورس، وبعد فتره اكتشفت ان الكورس خلاص اتشال يعني. بس انا طول الفتره دي بحاول اعلم نفسي في كتابه المحتوى، وكتبت في موقع معين كانوا فاتحين التدريب. يعني هو مقابل، يعني هم بيخلوك تكتب مقابل ان هم هينشروا المقال باسمك، مش باخد فلوس، بس المقال بينزل باسم يعني. كتبت معاهم مقالتين. وحاليا ليا مثلا اسبوع كده مهتمه بالبرمجه بالووردبريس، وبحاول اتعلمه برضه.
لكن كنقطة فريلانس لا للأسف ما جربتش حتى أدخل في المجال من ساعة ما كنت في الكورس. قلت يعني أظبط نفسي في نقطة الكتابة الأول، وبعد كده أبقى يعني أفعل الأكونت بتاعي أكتر. بس وامبارح بالصدفة كنت بقلب في الفيس شفت البوست، فقلت ما فوتش الفرصة دي يعني. شكرا. والله يا سارة، وبما انك يعني كنت معانا في الكورس قبل كده، فتقدري تكلمي دكتورة ولاء وتفتح لك الكورس وتسمعيه تاني، ولا يهمك. تمام، شكرا جدا. العفو، تحت امرك. محمد منصور، استاذ محمد اتفضل. انا اخر حاجه عشان خاطر السلام عليكم. ابدا بقى على طول عشان الوقت بس. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أنا محمد منصور، شغال ميديكال ريب، خريج صيدلة، عندي 25 سنة. كنت عايز أعرف الطريق اللي أمشي عليه عشان حابب أشتغل لحسابي، يعني بدل ما أكون شغال في شغل، يعني جنب شغلي يبقى ليا شغل التاني لحسابي وما بقاش مرتبط بحاجة يعني. تمام خلاص، باذن الله عايز أعرف. اديكم فكره النهارده باذن الله كويسه. شكرا جدا. العفو. طيب هنبدا بقى باذن الله. هقول لكم على كام حاجه كده نعملهم واحنا في المحاضره عشان نطلع يعني باكبر استفاده ممكن. احنا اول حاجه دلوقتي انا هتكلم، هشرح لكم كام حاجه اللي انا عارف ان معظم الناس اللي موجوده محتاجه ان هي تعرف معلومات عنها، سواء كان المواقع الفريلانس. اولا يعني ايه فريلانس اصلا بشكل عام، لان انا اوريدي اكيد في ناس موجوده معانا دلوقتي عندها برضو يعني مشكله في المعنى بتاع الموضوع. الحاجه الثانيه نتكلم على المواقع بصوره سريعه، نتكلم على المهارات اللي احنا ممكن ندخل بيها لمجال فريلانس بشكل سريع. لما نكون محتاجين اي سؤال فبنعمل ريز هاند، انت بيكون عندك علامه ايموجي كده رافع ايده، فممكن تضغط عليها وتعمل ريز هاند. ده لو انت عايز اي سؤال بيظهر قدامي، عشان كده بختار الناس اللي بتفتح وتتكلم. فانا هشرح المده دي مش هتكون كبيره، يعني حاجه بسيطه ان شاء الله، وبعد كده هشوف الاسئله. عنده اي سؤال بقى نبدا ان احنا نجاوب عليه. المحاضره النهارده بتاعتكم، يعني المحاضره النهارده معموله مخصوص عشانكم ان انتوا تطلعوا باكبر استفاده ممكنه منها. فاي سؤال انت عايزه، وانا قايل لكم خلي ورقه وقلم جنبك، ورقه وقلم كده. لو انا قلت حاجه وانت كنت محتاج تسال سؤال فيها، اكتب السؤال جنبك عشان ما تنساهوش. فقره الاسئله كلنا نسال، مش عايز اي حد يكون مكسوف. اللي مكسوف ان هو يسال على الجروب يكتب لنا السؤال وهنجاوب عليه. المهم انك تطلع من المحاضره دي يعني لقيت اجابات الاسئله اللي انت داخل المحاضره عشان ما تطلعش من المحاضره زي ما دخلتها. تمام، ده النقطه الاولى عشان النظام بتاع المحاضره. الحاجه الثانيه، المحاضره ان شاء الله باذن الله هو في داتا شو كده هتكون معروضه. طبعا مش هتكون معروضه عند كل الناس، لان يعني مايكروسوفت تيمز برنامج تقيل شويه، فبالتالي لو انت النت عندك مش احسن حاجه مش هيبان عندك السلايدز وانا عمال اقلبها، فهي مش مهمه قوي، مش مهمه بشكل كبير. فانت تكون سامع الكلام اللي انا بقوله، وممكن لو معاك الورقه والقلم تكتب الحاجات اللي انا بقولها، هتلاقيها فارقه معاك جدا وانت ماشي مع الوقت بقى للدخول للمجال نفسه. تمام، دي النقطه الثانيه. الحاجه الثالثه انا هقول لكم بقى تقسيمه المحاضره النهارده تكون عامله ازاي. اول حاجه انا هبدا ان انا اعرفكم بنفسي، ده رقم واحد. بعد كده اعرفكم بالمجال بشكل عام بتعريفه، بالمواقع بتاعته، باهم المهارات اللي تقدر من خلالها تدخل المجال. بعد كده ناخد فقره اسئله، نشوف الاسئله اللي انتوا عايزينها ونبدا ان احنا نجاوب عليها وبكده. وطبعا هقول لك بعد كده المصادر اللي تقدر من خلالها تتعلم المجال ده، سواء كان مصادر مجانيه لحاجات ومهارات موجوده او مصادر مدفوعه مش موجود غيرها، فهقول لك عليها برضو. وبعد كده هتكون المحاضره دي انتهت، وان شاء الله باذن الله تكون محاضره لطيفه وجميله وتستفيدوا منها باذن الله. اول حاجه اكلمكم عليها وهو ان انا اعرفكم بنفسي. انا عبد الله محسن، انا طالب بكليه طب بشري جامعه الازهر الشريف. يعني ان شاء الله بقى سنه البكالوريوس اهو خلاص. وانا بشتغل في كتابه المحتوى من فتره كبيره، من حوالي مثلا 5 أو 6 سنين. دخلت المجال الفريلانس من فتره برضو كويسه جدا، وبدات بعد كده ان انا اخد خبره فيه هو كتابه المحتوى. وبعدين قدمت الكورس. عاملين البيج بتاعتنا اللي هي دكتور فريلانسر اللي على الفيسبوك بقى لها سنه، حاليا بقى لها سنه بالظبط. ممكن على شهر 12 الجاي يكون يعني قفلنا السنه بالظبط. بنقدم عليها كورس كتابة المحتوى وكورس الفريلانس، وفيها كورسين تانيين عن المونتاج وعن التصميم. وإن شاء الله بإذن الله في النهاردة حاجة كمان هعلن لكم عنها، إن في كورسات جديدة اتضافت للبيج. في ناس محاضرين كويسين جدا هيقدموا معانا كورسات يعني عليها طلب كبير جدا الفترة دي، برضه هقول لكم عليها ولكن في نهاية المحاضرة. أنا بشتغل كمان حاجة اسمها سيو. الناس اللي مش عارفة يعني إيه سيو، سيو ده اختصار لسيرش انجن اوبتمايزيشن أو تحسين محركات البحث.
اللي هو حضرتك دلوقتي لما بتدخل على جوجل تكتب عن موضوع معين بيظهر قدامك يعني بيظهر قدامك صفحات كتير، بتختار انت اول صفحه تدخل عليها او اول ويب سايت او الثاني او الثالث. فليه ده ظاهر في الاول وده ظاهر الثاني وده ظاهر الثالث وده واحد ثاني ظاهر في صفحه رابعه او خامسه او سادسه؟ عشان حاجه اسمها تحسين محركات البحث، قواعد حطيتها جوجل عشان خاطر تفاضل ما بين الناس والظهور بتاعهم. انا بشتغل الحاجه دي ان انا بقدر اخد الويب سايت وابدا اشتغل عليه واعدل فيه عشان خاطر يبدا يتصدى محرك البحث. في حاجه اسمها سيو. سيو ده مش بس مقتصر على جوجل، بنفس المفهوم ونفس المعنى اليوتيوب وبعض المنصات الثانيه كمان. تمام، ده بالنسبه يعني للتعريف بسيط كده بنفسي. طبعا بقدم الكورس من السنه من ساعه ما عملنا يعني البيج، مش محتاج ان انا اقول دي. الحاجه الثانيه السلايد اللي موجوده دي دلوقتي، ده الناس اللي موجودين في مجال فريلانس، الناس اللي موجودين في حاليا حوالينا. حد من الاربعه دول، اما ان هو شخص لسه بيبتدي ما يعرفش اي حاجه عن مجال فريلانس، ممكن كل معرفته بس ان في صفحه اسمها دكتور فريلانسر، في حاجه اسمها فريلانس يا جماعه فعايزين نعرف عنها، ده الشخص رقم واحد. وممكن برضه نحط في الكاتيجوري ده الشخص اللي ما يعرفش اي حاجه عن المجال، وهم الناس اللي موجوده في الشارع لو جيت تقول له في حاجه اسمها فريلانس يقول لك لا انا يعني ما اعرفش حاجه اسمها كده. تمام، فدول الناس رقم واحد. رقم اتنين ده شخص سمع عن مجال فريلانس وبدأ فعلا يعرف ان في ويب سايت مخصوصة يقدر يشتغل عليها ويقدم عليها المهارات بتاعته وياخد منها مقابل. هو ما اشتغلش ولكن هو عرف ان في ويب سايت وعرف المفهوم الاساسي للفريلانس. رقم ثلاثة، الشخص ده بقى عرف مفهوم الفريلانس، عرف الويب سايتس بتاعته وبدأ فعلا ان هو يشتغل عليها وقدم خدمات عليها ويتعامل مع عملاء. الراجل بقى رقم أربعة ده اتعامل مع عملاء واستلم شغل وسحب فلوس فعلا من مواقع الفريلانس. أظن يعني هي دي أعلى حاجة أنت محتاج إنك توصل لها في مجال فريلانس. السلايد اللي أنا اتكلمت عليها دول أو الأربع أشخاص دول هم يعني دي أول سلايد بتكلم عليها دايما حتى في الكورسات بتاعتنا، بقول لك أنت بتكون بتحدد لي مكانك فين. معظم الناس بتكون في المكان رقم واحد اللي هي لسه بس كل معرفتها ان في مجال اسمه مجال فريلانس، او موجود يعني في الجزء رقم اثنين اللي هو في مجال اسمه فريلانس وفي ويب سايتس مخصوصه للمجال ده. انا بخليه بعد الكورس ده قادر ان هو يكون في المكان رقم اربعه، لان هو ده المكان اللي انا عايز يكون موجود فيه، ان هو يكون فعلا دخل على المواقع اتعلم كل حاجه فيها، بدا ان هو يتعامل مع عملاء ويبدا ان هو يشتغل. ده هدفي اساسا من الكورس. الكورس بيكون بادئ من تحت خالص اللي هو بيعرفك يعني ايه فريلانس من البدايه خالص لغايه ما توصل انك تبيع خدمات على الموقع. وفي خلال الوقت ده على فكره احنا الناس اللي كانت موجوده معانا من شهر 12 اللي فات في اول راوند في الفريلانس لحد دلوقتي في تواصل بينا على الجروب الخاص بينا اللي موجود على التليجرام. فبيكون في تواصل دايم عشان خاطر نقدر ان فعلا الشخص اللي دخل معانا ده وكان نفسه ان هو يحقق يعني يلاقي نفسه ويلاقي ذاته كده ويبدا ان هو يحقق لنفسه دخل، نساعده فعلا ان هو يوصل للحاجه دي. ده كده بس السلايد الاولى. كنت عايز اقول ان الناس اللي موجودين حوالينا هو حد من الاربعه دول. اول حاجه عشان تدخل لمجال فريلانس لازم تحدد انت مكانك فين. مكانك رقم واحد اللي لسه ما يعرفش اي حاجه عن المجال، ولا رقم اثنين اللي عارف يعني ايه مجال فريلانس وعارف المواقع بتاعته، ولا رقم ثلاثة اللي فعلا بدأ شغل على المواقع، ولا رقم أربعة اللي بدأ شغل واستلم فلوسه فعلا من الموقع. وعلى الأساس ده هتبدأ تحدد أنا هروح لكورس كذا أو كذا أو كذا، أو هروح أتعلم مع نفسي على اليوتيوب. فتبدأ بقى إنك تحدد أنت هتمشي إزاي. طيب اللي بعد كده اللي أنا عايز أتكلم فيه ده الأهداف بتاعة الكورس، وأظن يعني مش مكانها إن إحنا نذكرها، ولكن أنا عايز أتكلم أول حاجة يعني إيه فريلانس. فريلانس معناه ان حضرتك دلوقتي عندك مهاره معينه. كان في حد بيتكلم معانا دلوقتي وقال ان انا عايز اشتغل لحساب نفسي. يعني هو خلينا نقول ان هو بايجاز كده انا اشتغل لحساب نفسي، هو ده الفريلانس. فريلانس معناه العمل الحر. والمفهوم ده على فكره مش مفهوم جديد، يعني هو بالنسبه لنا ممكن احنا سمعناه جديد، ولكن هو يعني مصطلح موجود من زمان جدا. ممكن تفتح او تمسك بطاقه كده بتاعت حد موجود في البلد عندك، او حتى ممكن يكون والدك مثلا. لو والدك مش متخرج من الكليه ولكن ما اشتغلش بالشغل العادي اللي هو راح يشتغل في شركه او موظف في مكان اللي هو الشغل الحكومي او الخاص، هتلاقي مكتوب عليه في البطاقه بتاعته صاحب اعمال حره. اللي هو الناس اللي مثلا عندها والله عنده مثلا مزارع، خلينا ندي مثال، عنده تجاره معينه شغال فيها، فالشخص ده بيكون مكتوب في البطاقه بتاعته صاحب اعمال حره. هو ده نفس المفهوم اللي موجود بالنسبه لنا، ان الشخص ده كان معاه في وقت من الاوقات فلوس معينه راح استثمر بيها واشتغل لحساب نفسه، مكسبه وخسارته على نفسه.
بعكس الشخص التاني اللي كان مكتوب عنده موظف في البطاقه بتاعته، ده بعد ما اتخرج من الكليه قام رايح مقدم في شركه واتقبل وبدا يشتغل فيها، ياخد اوردر من مدير موجود فوق. بعد كده لو اثر في الشغل ده المدير ده يقدر ان هو يجازيه ويعمل له خصم ومش عارف ايه، والكلام اللي احنا عارفينه يعني في الشغل الحكومي او في القطاع الخاص ايا كان. فحته مصطلح العمل الحر او الفريلانس مش مصطلح جديد، لا هو مصطلح قديم جدا. طيب المصطلح ده اصلا كانت بدايه ذكره فين؟ كان في كاتب انجليزي في وقت من الاوقات كان بيحكي عن ملك يعني، واحنا كلنا عارفين ان الملوك زمان كانوا لما يحبوا ان هم يدخلوا حرب كان بيستعين بناس ما لهمش علاقه بالحرب، ولكن هو كل المهاره اللي موجوده عندهم ان هم بيعرفوا يحاربوا، اللي هم كان اسمهم المرتزقه. اظن سمعنا كلنا الحاجه دي يعني. المرتزقه دول هم ناس عندهم القدره على الحرب ولكن ما عندهمش فلوس، فبالتالي بيروح يحارب معاك وبياخد منك فلوس في مقابل الحرب دي. فالشخص ده اوريدي دلوقتي عنده مهاره اللي هي مهاره القتال، وحضرتك معاك فلوس فانت بتوظفه تديله فلوس وهو يديك المهاره بتاعته يفيدك بيها. فهو المصطلح ده كان اول مره يستخدمه الكاتب، وكتب ان الملك ده استعان بفريلانسرز اللي هم هو سمى دلوقتي المرتزقه دول فريلانسرز. فبالتالي ده كانت اول مره يتذكر المصطلح ده. المصطلح اللي انا عايز اقوله ان هو مش جديد، لا ده مصطلح قديم جدا، ولكن هو التغير بقى اللي حصل فيه هو اللي جديد. احنا نحول المصطلح ده من مصطلح موجود على الارض كده، والله ده صاحب اعمال حره بيشتغل عنده تجاره معينه، او ده اللي كان اسمهم المرتزقه دول واللي اتسموا فريلانسرز دول بيروحوا يحاربوا على الارض، لا هنحوله لمصطلح اونلاين شويه، اللي هو مصطلح يعني افتراضي. لو انت دلوقتي بتقول انا دلوقتي صاحب اعمال حره ولكن الاعمال الحره دي كلها عندي اونلاين، والله عندي تجاره الكترونيه اونلاين، يعني تجاره الكترونيه كلها عندي على سبيل المثال مهاره زي مهاره الجرافيك ديزاين، زي الاستاذه اللي قالت لنا دلوقتي ان هي متعلمه المهاره دي وحابب ان انا اشتغل بيها اونلاين. فحضرتك دلوقتي فريلانسر وحضرتك دلوقتي صاحب اعمال حره ولكن على النت. طيب الموضوع ده بقى ظهر من امتى؟ حته الاونلاين فريلانس ده بقى ظهر من امتى؟ برضه من زمان قوي قوي قوي، بس احنا اللي متاخرين دايما. يعني اول موقع للفريلانس في العالم كان اسمه ايلانس. ايلانس ده كان بدايته سنه 99. 99 ده اظن يعني في السنه اللي انا اتولدت فيها. تخيل ان انا بقى لنا 23 24 سنه لسه لحد دلوقتي بنفهم يعني ايه مصطلح فريلانس اللي هو اوريدي موجود من سنين كبيره جدا. طيب بدا يدخل لمصر والوطن العربي امتى؟ في حوالي 2010 لما المواقع العربيه بدات ان هي تظهر. على فكره موقع ايلانس اللي كان موجود من 99 يعني حصل له ميرج كده مع موقع تاني، وبقى حاليا هو اكبر موقع فريلانس في العالم اللي هو اسمه ابورك. الناس اللي سمعت عن مجال فريلانس سمعت عن الموقع ده، اكبر او اشهر موقع فريلانس في العالم ومن افضل المواقع اسمه ابورك. ده اللي كان يعني انشاؤه من سنه 99. فبالتالي المجال كبير، المجال فيه على فكره اعداد كبيره جدا. حتى انا هعمل لكم النهارده جايب لكم احصائيات، الاحصائيات دي لما تبصوا لها يعني هتستغربوا. لما اجيب لك احصائيه مثلا في الولايات المتحده يعتبر نص عدد القوى العامله هناك اتحولت للفريلانس، لا ده يبقى الموضوع مهم يا جماعه، الموضوع مهم ولازم ناخد خطوه لان احنا كده متاخرين عن ناس كتير. فبالتالي انا كنت عايزك تعرف دلوقتي مصطلح الفريلانس معناه ايه، واول مره تم ذكره كان امتى، وكده دلوقتي اظن كلنا بقينا متاكدين وبقينا عارفين ان المصطلح ده قديم بس احنا اللي متاخرين شويه. حاليا احنا اللي متاخرين شويه عشان ما الاقيش حد بيقول لي ده لسه ومش عارف ايه والمجال ده ممكن يكون فيه نصب او فيه مش الكلام ده كله. ده مش تبعنا، مش تبع الفريلانس. وبرده من الحاجات اللي عايز اصححها عند الناس لما اقول مصطلح فريلانس ما بتكلمش على، خلي بالك بقى، ما بتكلمش على عملات رقميه، ما بتكلمش على ان انا اقول لك والله ده في ويب سايت كذا ممكن تدخل تملى استبيان عليها تاخد لك 5 سنت. تعمل ايه ب 5 سنت انت معلش؟ انا بكلمك دلوقتي عن مهاره تتعلمها وبعد كده اقول لك في ويب سايت كذا وكذا وكذا تدخل تقدم مهارتك عليهم ويجي لك عميل يطلبها وتقدم على الشغل اللي هو طالبه ده وتاخده وتاخد مقابل ليه. المقابل ده بيبقى مقابل مجزي من الحاجه اللي انت بتقدمها، واحسن كتير جدا من شغلك في مكان من الفول تايم جوب، احسن كتير جدا جدا جدا. ولو مش احسن ما كانتش الناس كلها دي توجهت ليه. طيب بعد ما عرفنا كده يعني ايه فريلانس، اعرفك ايه هي مميزاته بشكل سريع، واظن يعني كلكم هتكون يعني حاجات بديهيه كلها. اولا من اهم المميزات بتاعته ان حضرتك مدير نفسك، مش حد يجي يقول لك والله اعمل لي الشغل ده تسلمه لي النهارده ولا ده تسلمه لي بكره ولا ده كذا. اقصى حاجه حضرتك بتلتزم بيها هو الديدلاين اللي بتحدده انت مع العميل. يقول لك والله انا محتاج منك تعمل لي تكتب لي 1000 كلمه في شكل مقال، تقول له حاضر هياخد مني يومين، يقول لك تمام، انت اللي حددت لنفسك وقتك.
ضروري تلتزم بيه، بس انت اللي محدده لنفسك. العميل ده لو اديته له طبيعي جدا ان هو يشوفه يا يعجبه يا يقول لك تعديلات، ده خد وهات بينك وبين العميل. بعكس حد تاني لو انت شغال في شركه لو عملت حاجه غلط ممكن يقول لك يلا يومين خصم، عادي جدا حق. فبالتالي من الحاجات الحلوه جدا جوه المجال ده ان حضرتك مدير نفسك. اظن الناس اللي اشتغلت يعني في الحكومه عارفين الموضوع ده وعارفين كم المعاناه في النقطه دي، وتحديدا المجال الطبي في مشاكل كبيره جدا بسبب النقطه دي. طيب الحاجه الثانيه ان حضرتك شغلك بايدك واللي ظاهره قدامكم دي يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي تقدر تزود شغلك او تقلله حسب رغبتك. انا والله دلوقتي فاضي فبالتالي هزود الشغل بتاعي فبالتالي هيجيب لي دخل اكبر. طب انا حاليا في امتحانات او مشغول او الوظيفه الثانيه اللي موجوده بجانب الفريلانس ضغطت عليا شويه فاقلل شغلي شويه وبراحتي جدا، فبالتالي المقابل المادي هيقل شويه عادي. انا اللي اعرف ازود وانا اللي اعرف اقلل. طيب رقم 3 ان الشغل ده عاجبك اعمله، مش عاجبك ما تعملوش. حضرتك دلوقتي يعني نازل لك مجموعه من البروجكتس اللي منتشره على الموقع، تقدر تقدم على اللي انت عايزه واللي مش عايزه ما تقدمش عليه. لو دخل عميل يكلمك على الويب سايت وقال لك والله انا محتاج انك تعمل لي كذا 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 كذا، عاجبك اعمله، مش عاجبك ما تعملوش. ومش بقول عاجبك ومش عاجبك بقى اللي هو ايه كل واحد بهواه، لا انت طبيعي داخل لمجال عايز تشتغل، مش داخل عشان خاطر تتسلى. فبالتالي انا بقول في عاجبك ومش عاجبك يعني والله يعني زي ماشي مع مبادئك، ماشي مع معتقداتك، ماشي مع الدنيا تمام اعمله، مش ماشي مع الحاجات دي ما تعملوش. انا مثلا واحد لو جه حد قال لي اكتب لي حاجه او اكتب لي مقال عن الخمور مثلا مش هكتبه طبيعي. اكتب لي مقال عن حاجه مخالفه اكيد مش هكتبه. حط لي في المقال بتاعي صور لبنات عريانه مثلا طبيعي مش هكتبه ولا هعمله، اقول له لا ما يعني ده انا ما بعملش الحاجات دي. فبالتالي دي ميزه بقى مش موجوده في اي حته ثانيه. شغلك الفول تايم جوب لو اتقال لك اعمل كذا هتعمله. الناس اللي خارجه برضو من حته تجاره، احنا عارفين والله ان في مجال البنوك مثلا في بعض الحاجات اللي ممكن فيها شبهه شويه، لو اتطلب منك هتعمله غصب عنك لان ده شغلك واساسك. لو انت ما عملتوش هيجي يقول لك امال انا مشغلك ليه؟ طب يلا جزم مع السلامه، عادي عادي حقه. طيب انت ده بقى من المميزات الحلوه جدا لمجال فريلانس. وبصراحه الحته دي انا بتك عليها دايما لان انا كانت عامله لي مشكله وازمه في حياتي ان انا اشتغل في مكان في حد يديني اوردر او يطلب مني حاجه انا مش حاببها او انا مش حابب ان انا اعملها. فبالتالي دي من اهم المميزات اللي موجوده جوه المجال. طيب بعد كده ان حضرتك دلوقتي السؤال المهم اللي الناس دايما تساله، حد كان بيتكلم من شويه وقال انا كنت في كتابه المحتوى اتعلمت برمجه وكذا وكذا. طيب هل انا مطلوب مني ان انا اتعلم اكتر من يعني اكتر من مجال؟ السؤال ده ما بيجيلناش كده، السؤال بيجي لنا ان حد يجي يسالني يقول لي هو انا دلوقتي لو دخلت للفريلانس باكتر من مجال واتعلمت اكتر من مهاره وانا كده بشتت نفسي ولا كده عادي؟ يقول لك حضرتك دلوقتي ده ما بقتش رفاهيه، ده بقى اجبار. يعني انت مش مطلوب منك انك تيجي تقول لي اتعلم كتابه المحتوى ولا اخش في البرمجه، اقول لك اشتغل على الاثنين. خلص كتابه المحتوى وابدا بيها واشتغل بيها على ما حضرتك تخلص البرمجه اللي هتاخد منك 5 6 شهور تعلم. انت يعني مستوعب الكلام اللي انا بقوله؟ حضرتك دلوقتي بقيت مجبر انك تتعلم اكتر من مهاره عشان خاطر يبقى سوق يعني يبقى ايه اللي هو سوق العملاء بتاعك والدايره بتاعتك كبيره. حضرتك دلوقتي بدل ما كنت مستني العميل اللي بيطلب كتابه محتوى، لا ده اللي يطلب كتابه محتوى انا شغال، بيطلب تصميم انا شغال، بيطلب برمجه انا اتعلمتها وخلاص واشتغل فيها لغايه ما الاقي المجال بقى اللي ظبطت نفسي فيه وبقيت حلو بقى بيجيب لي دخل محترم اعتمد عليه هو كمجال اساسي بالنسبه لي. فدي نقطه مهمه جدا. تمام ان انا كل ما ازود مهاراتي هقدر ازود شغلي، فبالتالي لما ازود شغلي هقدر ازود الدخل بتاعي والفلوس بتاعتي. الحاجه اللي بعد كده ومن اهم الحاجات لمجال فريلانس والمميزات بتاعته ان حضرتك تقدر تمارسه من اي مكان، ايا كان المكان اللي انت فيه تقدر تشتغل فريلانس. طيب كنت بدي مثال بالحاجه دي دايما بالازمات اللي بتحصل حاليا، لو ادينا مثال باوكرانيا وروسيا. طيب دلوقتي الناس اللي كانوا في اوكرانيا حصل شويه ضرب كده فالناس دي اترحلت من مكانها وناس سابت شغلها وما اعرفش ايه اللي حصل. الناس دي بيجيبوا دخل منين دلوقتي؟ ما فيش الكلام ده، ما فيش اي دخل ولا اي حاجه. اللي بيشتغل فريلانسر بقى مش همه الموضوع ده. والله انا عندي مشكله دلوقتي في المنطقه اللي انا فيها، طيب انا هسافر لاي دوله ثانيه وهشتغل من مكاني بنفس الطريقه بتاعتي بنفس الشغل بتاعي، هي وصلت النت بس اللي اختلفت. كنت بشترك هنا مع ما اعرفش مين جارنا هروح اشترك هناك مع شركه كذا. الموضوع بسيط بسيط خالص، فتقدر تشتغل من اي مكان. طيب يعني اقل الامكانيات الموبايل بتاعك كفايه؟ وده سؤال دايما يجي لي، الموبايل بتاعك كفايه؟ يا جماعه انا
انا لحد دلوقتي معتمد على الموبايل بتاعي بجد والله. انا لحد دلوقتي اللابتوب بيبقى موجود اسيبه واشتغل بالموبايل. كتابه المحتوى من المهارات اللي مش محتاجه اي حاجه غير الموبايل. تشتغل على ويب سايتس الموبايل بيفتحها، تشتغل على الوورد الموبايل بيفتحه. وعندي على فكره فيديو على قناه اليوتيوب بيعلمك الوورد ده في 20 دقيقه. تسمع الفيديو ده خلاص انت بقيت بتعرف تستخدم الوورد. والوورد ده من المهارات اللي بتكون موجوده كمان على موقع فريلانس، فبالتالي اقل الامكانيات تقدر تمارس بيها المهاره بتاعتك. طبعا في مهارات لا هبقى محتاج فيها امكانيات معينه وهكلمكم عنها ان شاء الله وانا بتكلم عن جزء المهارات. اللي بعد كده ان الحاجه بقى اللي بعد كده برضو ان حضرتك اللي بتحدد سعرك بنفسك. يعني انا دلوقتي كنت بكلم حد امبارح حتى فويس اوفر كان خارج من عندي من الكورس، كنا بنتكلم سوا فقال لي فبقول له انت الدقيقه بتاعتك بتاع الفويس اوفر كام دلوقتي؟ قال لي والله يا دكتور بص انا يعني ما اعرفش السوق في ايه، لكن انا مقيم السعر بتاعي ان هو الدقيقه بتاعتي ب 300 جنيه فخلاص هي الدقيقه ب 300 جنيه. حد بقى يجي يقول لي ده السعر كذا السعر كذا، لا انا عارف ان انا عندي امكانيات وعندي بطلع صوت بجوده كويسه بعمل كذا بعمل كذا، فهي الدقيقه ب 300 جنيه مش عايز اقل عن الحاجه دي. انت ده صح اولا ده سعر كويس يعني ده سعر في السوق كويس جدا، وهو ده من اهم المميزات انك بتحدد سعرك بنفسك. محدش يجي يقول لك والله ده انت عشان خاطر انت شغال دلوقتي معايا في الشركه مثلا فانت بتاخد مرتب في الشهر 2000 جنيه او 3000 او 5000 او 6000. انت ممكن يكون واقف عليك الدقيقه دي ب 100 جنيه لو انت بتشتغل مع شركه يعني شركه اونلاين وبتعملوا شغل كتير فويس اوفر، واقف عليك الموضوع ده ب 100 جنيه في حينك لو اشتغلت مع نفسك 6000 دول ممكن يبقوا 20. ده موجود فعلا. فحته الفلوس الفريلانس ده انت بتحدد سعرك بنفسك وفلوسه بصراحه افضل من اي شغل تاني. يعني انك تشتغل فريلانسر ولا فول تايم جوب، بقول لك والله لو انت شغال دلوقتي في مكان فول تايم ابدا ادخل لمجال فريلانس، لان خلال 5 6 شهور هتسيب الشغل ده وتعتمد على الفريلانس بس لوحده، لان هو هيكون بيجيب لك دخل احسن من الفول تايم جوب الثانيه وفي وقت اقل كمان وبدون الارتباط بمواعيد. وبرضه دي من المميزات ان حضرتك مش مرتبط بمواعيد الشغل. والله انا بنام الصبح وبصحى بالليل هشتغل بالليل، بنام بالليل وبصحى الصبح هشتغل الصبح. الموضوع بالنسبه لي بسيط. انا دلوقتي مسافر رايح الجامعه بتاعتي وراكب الميكروباص فانا هشتغل على التليفون بتاعي وانا قاعد. وعلى فكره كنت بكتب مقالات كتير جدا وانا راكب والله الميكروباص وانا مسافر. كنت دايما اعتمد ان انا اصلا اخلي الشغل في الوقت ده عشان خاطر وانا ماشي كده استغل الوقت ده ان انا اكتب لي مقال او اتنين وبيكون عميل طالبهم مني. تمام. ده كده بالنسبه لمميزات العمل الحر، ويعني هي مميزات طبعا كلنا عارفينها لكن كان لازم ان انا اقولها عشان خاطر اقول بس جوانا كده اللي هو لا ده المجال ده مهم فعلا وفارق جدا عن اي شغل تاني. طيب بعد كده نتكلم عن المهارات. دلوقتي اتكلمنا عن تعريف الفريلانس، اتكلمنا عن ايه هي مميزاته. هكلمك عن المهارات بس هتكلم عنها بسرعه شويه. هقول لك الحاجات اللي انت محتاج تعرفها عنها، ولو في اي سؤال جه على بالك اكتبه جنبك في ورقه كده وهجاوب لك عليه باذن الله في فقره الاسئله. اول حاجه ومن اهم المهارات اللي انا احب اتكلم عنها دايما في المحتوى، ومش عشان انا بقدم كورس فيها على فكره، عندنا كورس كتابه ويعني وحاجات تانية كمان هقول لكم عليها كمان شويه، ولكن لان يعني انا اقدر اقولها دلوقتي بقلب جامد كده، كتابه المحتوى هي اكتر مهاره منتشره على موقع فريلانس. خلي بالك انا ما قلتش ان هي افضل مهاره ولا قلت ان هي اكتر مهاره تجيب لك فلوس ولا اي حاجه من الحاجات دي. انا قلت هي اكثر المهارات انتشارا على موقع فريلانس، ما قلتش من اكثر، انا بقول ان هي اكتر واحده منتشره فعلا. تقول لي ده بجد؟ اقول لك لان كتابه المحتوى يندرج تحتيها حاجات كتير جدا، سواء بقى كان جزء السوشيال ميديا كله او جزء المقالات المتوافقه مع السيو اللي هو اساس كتابه المحتوى، او الحته الخاصه بالفيديو سكريبت، او الحاجات الخاصه بالبلوجز، او الحاجات الخاصه بالسيو. فبالتالي كتابه المحتوى مهاره يعني محترمه جدا. اللي يشتغل كاتب محتوى ده يقدر ان هو مع الوقت لا يبقى يجيب منها دخل كويس جدا. يندرج تحت كتابة المحتوى كمان كتابة الرسائل العلمية والأبحاث العلمية، إن لو طلب منك حاجة معينة، حاجة خاصة مثلا كتابة طبية كتابة قانونية، لا ده بيبقى ليها سعر مختلف. فكتابة المحتوى من المهارات الحلوة جدا. أولا تقدر تتعلمها في وقت بسيط. بالمناسبة احنا الكورس عندنا يعني بشرح كتابة المحتوى في 3 محاضرات أو 5 محاضرات، يعني هم 3 منهم محاضرتين عن الوورد والكلمات المفتاحية. الحاجة التانية انك تقدر تمارس المهارة دي بأقل امكانيات من الموبايل بتاعك كفاية وتقدر تعتمد عليه، مش بقول لك لشهر ولا 2 ولا 3، لا على طول لو انت حابب يعني، ومش محتاج منك اي حاجة تانية خالص عشان تبدأ. بعكس حاجة مثلا لما اجي اتكلم عن التصميم هقول لك لا محتاج منك امكانيات 1 2 3 4 وهكلمك عنهم دلوقتي. فده كده بالنسبة لكتابة المحتوى.
الترجمه ما تختلفش عن كتابه المحتوى حاجه، هي انتشارها بيكون قليل شويه بسبب ان مثلا حضرتك دلوقتي ممكن يكون معاك لغه مش منتشره على الويب سايتس العربيه، فبالتالي مش تقدر تشتغل عليها شويه. ولكن الترجمه من المجالات الكويسه جدا. لو الدنيا عندك نسبه 70 80% في الترجمه تقدر تشتغل على نفسك في وقت بسيط، تقدر انك تشتغل بيها، مش محتاجه منك امكانيات خالص، تقدر انك تمارسها من الموبايل بتاعك زيها زي الكتابه بالظبط. وبما ان خلصنا الكتابه والترجمه اقول لك على اسعارهم. السعر اللي هو الطبيعي والمتوسط ان ال 1000 كلمه ب $5. 1000 كلمه ب $5. $5 دلوقتي احنا داخلين في 120 جنيه ولا حاجه. تمام؟ فانك تعمل 1000 كلمه، 1000 كلمه دول مش حاجه كبيره يعني، دي حاجه بسيطه مقابل $5 سواء في الترجمه او الكتابه. وكل ما يعني تزيد خبرتك ويزيد البورتفوليو بتاعك اللي موجود على الموقع كل ما سعرك يزيد. انا حاليا بكتب 500 كلمه ب $5. انت هتوصل لكده، ممكن توصل لاعلى من كده كمان. طيب مهاره رقم 3 مهاره التصميم. وهنا بتكلم على بقى كل انواع الجرافيك. يعني تعالى بقى كده نقول كل انواع الجرافيك بالمره. تصميم سواء كان بقى تصميم صور، بوستات للسوشيال ميديا، زي حضرتك دلوقتي لما دخلت على البيج عندي وسمعت عن المحاضره دي كان في تصميم كده مكتوب فيه محاضره مجانيه وواحد قاعد على كنبه. ده تصميم محترم جدا بفلوس، ده يعني التصميم ده بفلوس. البرامج اللي بتحتاجها للموضوع دوت برامج زي ادوبي فوتوشوب وادوبي اليستريتور وادوبي ان ديزاين. دي برامج عشان تتعلمها محتاج حاجتين. محتاج ان يكون عندك امكانيات معينه، زي ان يكون عندك لابتوب بامكانيات عاليه رامات ما تقلش عن 8. هارد خليه اس اس دي طبعا عشان خاطر سرعه الشغل بتاعه. بروسيسور يكون محترم، كارت شاشه كويس. فمحتاج لابتوب بامكانيات كويسه. الحاجه الثانيه محتاج انك تتعلمه. تقول لي طب لو هتعلم حاجه زي التصميم الصور والحاجات البسيطه دي اللي هو يعني ادوبي فوتوشوب، اقول لك والله عندك بعض المصادر المجانيه والمصادر المدفوعه. المصادر المجانيه ممكن انك تدخل على اليوتيوب وتقول تعلم الفوتوشوب، ويظهر لك فيديو بتاع تعلم الفوتوشوب بتاع 90 دقيقه بتاع احمد ابو زيد. اي نعم هيدخلك للمجال لكن مش هيخليك شغال يعني بسهوله. هتلاقي كورسات تانية زي نو ديزاين مثلا، هتلاقي عنده فيديوهات. كل الحاجات دي منتشرة على اليوتيوب ومجانية، ولكن كلها بتديك معلومات لغاية قدر معين ولغاية حد معين. الحاجة التانية إن حضرتك مش دايما بتكون ملتزم بالحاجة دي، فبتتعلم مرة تتعلم على سطر وتسيب سطر. الحاجة التالتة إنك لو احتجت أي سؤال في أي وقت أو قابلك أي مشكلة ما بتلاقيش الجايد اللي يمشي معاك أو الشخص اللي يدلك على الحل بتاع المشكلة دي. فبيكون في الناحية التانية كورسات مدفوعة. الكورسات المدفوعة منتشرة بشكل كبير جدا على النت. وباذن الله بيكون عندنا احنا كمان خلال الفتره الجايه كورس عن الجرافيك ديزاين. فبالتالي انت كده عرفت المصادر بتاعتك اللي تقدر تتعلمه منها. بعد ما اخلص الجرافيك ديزاين ده اخش على الفيديو اديتنج، الفيديو والمونتاج. المونتاج ده يعني انا بشوف ان هو بصراحه اكذوبه يعني من اكاذيب التاريخ. ان حضرتك دلوقتي عشان خاطر تدخل لمجال المونتاج كان دايما حد يقول لك لازم تتعلم برنامج بريمير. برنامج يعني ايه؟ هو سهل والله مش صعب، بس برنامج مهما كان تقيل محتاج امكانيات لابتوب بامكانيات عاليه عشان تتعلمه، محتاج تاخد كورس كويس عشان تتعلمه. ولكن انا لما دخلت المجال ده بشكل كبير لقيت ان لا، ده في على فكره في ابلكيشنز ثانيه. الابلكيشنز دي بسيطه جدا اقدر من خلالها اشتغل مونتاج وبسهوله، سواء كان من الموبايل. في ابلكيشنز على الموبايل محترمه جدا جدا انا نفسي بعتمد عليها، او ابلكيشن او حاجه مثلا على اللابتوب بس غير بريمير. حاجه مثلا موجوده تكون سهله ان انا اتعلمها وما تعملش معايا اي مشكله، وفي نفس الوقت حتى لو خدت فيها كورس هيكون كورس بسيط، عكس كورس زي بريمير ده هيكون كورس تقيل وسعره عالي. فده برضو من الحاجات الحلوه جدا. المونتاج على فكره من المجالات الجميله جدا واللي منتشره بشكل كبير جدا على مواقع الفريلانس. من بقى البرامج بتاعته ايه؟ لو انا على الموبايل في برنامج زي كاب كات او الفي ان او البريمير رش. لو انا على اللابتوب في برامج زي بريمير، طبعا هقول رقم واحد اكيد طبعا، ولكن في برنامج تاني اسمه دافينشي. ودافينشي ده حاليا الناس كلها بتقول ان هو يتفوق على بريمير بتحديثاته الجديده، يتفوق على بريمير لان هو اكتر من برنامج في برنامج واحد. الحاجه الثالثه في برنامج زي فيلمورا مثلا، برضه من البرامج الكويسه جدا اللي موجوده للمونتاج على اللابتوب. بما ان انا خلصت التصميم والمونتاج هقول معاهم الموشن جرافيك، وبعد كده اقول لك اسعارهم موجوده ايه على موقع فريلانس. الموشن جرافيك من المهارات المنتشره جدا على مواقع فريلانس.
موشن جرافيك اللي ما يعرفوش هو الكرتون اللي بتشوفه قدامك، انك لما تشوف اعلان قدامك بشكل كرتوني كده، لو بتسمع طحالب مثلا حسن بخاري، او لو بتشوف اعلان قدامك عليه فويس اوفر بشكل كرتوني، هو ده الموشن جرافيك. على فكره ده يعني ده المستقبل. جنب البرمجه كده ممكن تحط الموشن جرافيك، مستقبل كبير جدا، اسعاره رهيبه جدا، بيحتاج امكانيات لابتوب بامكانيات زي المونتاج والتصميم بالظبط. تشتغل على برنامج ادوبي افتر افكت وادوبي بريمير، الاثنين دول بتحتاجهم عشان خاطر تطلع فيديو موشن جرافيك كويس. من المجالات الكويسه جدا والمنتشره، واللي خلي بالك بتحتاج مجهود. يعني عشان اطلع فيديو دقيقه واحده موشن جرافيك، اي نعم انا باخد فيه 1000 جنيه و1000 ونص و2000 و3 في بعض الاماكن لدقيقه واحده مونتاج، لكن لدقيقه واحده موشن، لكن بياخد مني مجهود عشان خاطر اقدر اطلع الدقيقه دي. ممكن اقعد يومين 3 على الحاجه دي عشان اطلعها. خلي بالك من النقطه دي. طيب بما اني خلصت التصميم والمونتاج والموشن جرافيك، اكلمكم بقى على الاسعار بتاعتهم ايه. اولا التصميم اللي منتشر على موقع فريلانس ان التصميم ب$5. ممكن تتعامل مع عميل يخلي التصميمين ب$5، ما فيهاش مشكله، الموضوع بسيط برضه. طيب الحاجه الثانيه المونتاج، الدقيقه او الدقيقتين ب$5 حسب انت بتتعامل مع عميل منين، وموقع عربي او موقع اجنبي. الموشن جرافيك الدقيقه الواحده منه السعر حتى المصري بتاعها ما بتقلش عن 1000 جنيه. الموشن جرافيك ما تقلش عن 1000 جنيه، اللي هي الموشن بس، مش حتى بالفويس اوفر اللي عليها ولا المونتاج بتاعها، لا دي الموشن، فيديو الموشن كده الشخص ده يسلمه لك 1000 جنيه. على مواقع الفريلانس برضو بتكون بنفس الفكره دي، انك ممكن واحد يعمل لك دقيقه الموشن جرافيك ب$60 ب$70 ب$80، حسب بقى انت بتتعامل مع عميل منين وعلى ويب سايت ايه. تمام. ده كده الحته بتاعت التصميم تعتبر يعني قفلناها. بعد كده تخش على مجال زي الفويس اوفر، من المجالات الكويسه جدا. وهنا لاول مره هكلمك عن الموهبه. كل مره عمال اتكلم عن المهاره، والمهارات دي مهارات مكتسبه. يعني اقدر اتعلم التصميم، اعرف اتعلم المونتاج، اتعلم الكتابه، الترجمه اتعلمها، هي المشكله. لكن مش هقول لك الفويس اوفر اتعلمه الا لو حضرتك كان عندك ملكه الكلام اصلا، او صوتك مميز. يعني عبد الله مش هيجي دلوقتي يقول لكم انا هروح اشتغل فويس اوفر. يا عم انت صوتك اصلا لوحده الناس تحب تسمعه، فانت هتقول لي اشتغل فويس اوفر؟ لا طبعا. فبالتالي انت لو عندك صوتك مميز، ومميز ده تحددها عن طريق ان الناس ممكن تسمعه وتقول لك الصوت ده ينفع ان هو يبقى صوت نسمعه كفويس اوفر. ساعتها تقدر انك تاخد كورس في فويس اوفر يعلمك ازاي تشتغل، ويعلمك ايه الادوات اللي حضرتك محتاجها، وتكون محتاج مايك ومحتاج عزل ومحتاج مكان ومش عارف ايه الكلام ده كله، وتبدا انك تشتغل في مجال فويس اوفر. فويس اوفر بقى بتتعامل ازاي؟ برضو زي ما كنت بكلمكم على الشخص اللي كنت بكلمه امبارح، اللي قال لي انا الدقيقه بتاعتي فويس اوفر بسجلها، اللي هي الدقيقه الاعلانيه، ب 300 جنيه. في ناس بتسجلها ب 400، في ناس ب 500، كل واحد حسب نبره صوته ومدى قوتها ومدى يعني المهاره بتاعته دي مارسها قد ايه، خبرته في المجال، البورتفوليو بتاعه، اشتغل مع شركات عامله ايه قبل كده. في ناس الدقيقه بتاعتها دلوقتي ب 1500 جنيه، في ناس ب 2000. حضرتك دلوقتي لما اجي اقول لك والله عايز مثلا الدحيح يعمل لي فويس اوفر، وانا عشان اجيب النبره بتاعت الدحيح دي بكام؟ طب لو جيت قلت لك حسن بخاري مثلا يعمل له فويس اوفر، عارفين انت حسن بخاري بتاع طحالب؟ لو مش عارفين طحالب اكتبوا طحالب على الفيسبوك. بتشوف انت اللي هو الصوت المميز ده، لا يبقى ليه سعره. فكل واحد بيبقى ليه سعره حسب الموهبه بقى عنده قد ايه واشتغل على نفسه قد ايه. فده اول مره دلوقتي اتكلم عن الموهبه، ما بتكلمش عن المهاره، بتكلم عن الموهبه. طيب بعد ما خلصت ده الفيديو احنا اتكلمنا عنه، هتكلم على التدريب عن بعد. والتدريب عن بعد زي الاستاذه اللي كانت بتتكلم معانا دلوقتي، اللي قالت انا بعلم قران دلوقتي كفريلانسر، بحفظ قران. ده تدريب عن بعد، ان حضرتك تشرح ماده معينه لحد عن بعد، ده اسمه برضو تبقى فريلانسر وبتشتغل لحساب نفسك دلوقتي. طيب المجال بقى الكبير جدا اللي محدش يقدر يعني يتكلم عنه كلمه واحده، وهو مجال البرمجه. مجال البرمجه بشتى انواعه، من المجالات المحترمه جدا والكبيره جدا اللي منتشره في الفريلانس، او اللي منتشر فيها فريلانسرز بيقدموها. حضرتك دلوقتي عندك مجال برمجه ده انواع كتير، برمجه مواقع، برمجه ابلكيشنز، برمجه الات، روبوتكس، الكلام ده كله. خلينا تحديدا في الابلكيشنز والويب سايتس او الويب ديفلوبمنت، من اهم انواع البرمجه المنتشره، واللي حضرتك لو دخلت فيها واتعلمت حاجه منها هتفرق معاك جدا في حياتك. البرمجه انا مش عايز اقول لكم اسعار ليها، لان هي اسعار عاليه جدا. يعني ممكن تلاقي واحد بيبرمج بس ويب سايت على وورد بريس مثلا، زي ما حد كان يتكلم من شويه، ان انا اعمل ويب سايت وورد بريس مكون من 3 أو 4 صفحات، يكلف العميل اللي طالبه مني من 400 ل $700. تمام. هو ياخد مني وقت، ما بقولش حاجه، ياخد مني وقت. ولو هعمله باكواد
هبني من البدايه، هياخد مني وقت كبير جدا، لكن المقابل بتاعه محترم جدا وكويس. طيب ده بيحتاج امكانيات معينه، بيحتاج امكانيات لابتوب معينه برضه، يعني ما تقلش برضه عن الامكانيات اللي فاتت اللي هي بتاعت التصميم والمونتاج. ولو عندي الامكانيات دي اقدر ان انا اتعلم اي مهاره من اللي انا قلت عليها دول دلوقتي، والمهارات دي هتفرق معايا جدا. طبعا في مجالات كتيره جدا تانية، زي على سبيل المثال الوورد مثلا. في ناس كتير بتشوف الفيديوهات، ولكن خليني انا اصدمكم صدمه كده شويه. انت بتشوف فيديوهات كتير جدا على اليوتيوب والفيسبوك، بيجي يقول لك ايه، والله انت تقدر تدخل لمجال فريلانس بالوورد بس، تعلم الوورد وهتعرف تنسق كلام وتكتب كلام. وكنت حتى شفت فيديو امبارح والله حد مشهور كان بيقول الكلام ده، ولكن هو الموضوع مش كده بالظبط. لان يعني حاليا مش هتلاقي ناس كتير بتيجي تقول لك والله خد نسق لي الحاجه دي على الوورد، لو لقيت النهارده مش هتلاقيه بكره وبعده، بالتالي شغل مش منتشر اصلا. الحاجه الثانيه ان الناس اللي بتقدم المهاره دي بقوا كتير، اي حد فاضي دلوقتي بيقدم مهاره تنسيق على الوورد، او ان هو يعمل باوربوينت او الحاجات اللي هي العاديه دي. فبالتالي انت لازم تكون مميز وتتعلم مهاره لا الناس مش عارفاها، او عدد قليل اللي عليها. تمام. فمجال يعني حاجه زي الوورد والاكسل والباوربوينت منتشر وكويس وحلو، لكن مش اللي هو اقول لك روح اتعلم، معلش روح اتعلم لي مايكروسوفت اوفيس وتعالى. لا يا عم، الوقت اللي هتاخده في مايكروسوفت اوفيس اكبر من الوقت اللي هتاخده في كتابه المحتوى. لا والله ده حقيقي. الوقت اللي هتاخده عشان تتعلم مايكروسوفت اوفيس، الاكسل ده لوحده عشان تتعلمه لو هتاخد فيه اسبوع كتابه محتوى تخلصها في اقل من كده. انت واخد بالك معايا؟ كتابه المحتوى اسهل من الاكسل. والله بالنسبه لي كتابه المحتوى اسهل. الاكسل عايز احفظ بقى عشان ابقى بروفيشنال، احفظ معادلات وحاجات، وده تسهل عليا، والاختصارات دي كنترول ما اعرفش ايه. طب انا الحاجات دي بتيجي مع الممارسه، فبالتالي هاخد وقت طويل عشان اتعلمها. حاجه زي كتابه المحتوى لا، الموضوع ممكن يكون ابسط بالنسبه لي واتعلمها في وقت اقل من كده. وعلى فكره برضه عشان اصحح يعني مفهوم غلط عند الناس دلوقتي، اللي هو انت بتيجي تقول للناس كتابه المحتوى يقول لك انا اصلا ما بحبش الكتابه. وانا ما بديش اطلب منك تكتب لي شعر ولا قصه ولا تكتب لي كتاب، انا بقول لك هتتعلم قواعد معينه على اساسها هتمشي، فبالتالي هتكتب. فده دلوقتي كلنا بلا استثناء امتحنا تعبير انشا. الانشا دي مش كانت بتبدا بمقدمه موضوع خاتمه وعناصر ومش عارف ايه والكلام ده كله، هو ده كتابه المحتوى. انت بتجيب داتا معينه من اماكن، وبتبدا انك تصيغها بالقواعد اللي هي مطلوبه منك، وبتغير في الصيغه بتاعتها عشان خاطر ما يكونش فيها اي نسبه اقتباس، وبتعمل لها اختبار اقتباس، وبتجيب صور تحطها معاها، تضيف عليها لينكات ومصادر. موضوع بسيط جدا، قواعد بتتعلمها، قواعد الاملاء طبعا، قواعد بتتعلمها وبتقدر انك تمارس المهاره دي من بعديها على طول. ده كده حته المهارات اللي حضرتك تقدر تشتغل بيها كفريلانسر. في مهارات تانية كتير، ولكن انا بقول لك المهارات اللي انت فعلا لازم تختار حاجه منهم عشان تبدا. يعني الحاجات التانية دي هي موجوده وكل حاجه، ولكن دول اهم مهارات تقدر انك تشتغل بيها على طول. طيب بعد كده هكلمك عن اهم المواقع اللي موجوده في مجال فريلانس. دقيقه واحده يا شباب. عذرا يا شباب. طيب دلوقتي اتكلمنا عن اهم المهارات. الحاجه اللي بقى لنا بقى دلوقتي ان اكلمكم عن اهم المواقع اللي تقدر تدخل وتشتغل عليها كفريلانسر. وعلى فكره يعني كل حاجه في المحاضره دي كانت لما بدانا حتى المحاضره دي نعملها في البدايه خالص، احنا كنا مجهزين كل كلمه للي انت فعلا هتاخده تستفيد منه. انا مش بقول لك دلوقتي انك ده في كذا وكذا 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 عشان تتوه وبالتالي ما تعرفش انك تبدا ولا تشتغل. لا، انا دلوقتي الحاجات اللي انا بقولها لك هي الحاجات اللي انت هتختار منها مهاره. المواقع اللي هقولها دلوقتي هي المواقع اللي انت هتشتغل عليها. معظم المواقع دي هتشتغل عليها، مش هقول لك موقع ولا اتنين، لا معظمهم دلوقتي عربي واجنبي هتشتغل عليهم. فبالتالي الحاجات اللي بقولها كلها في المحاضره مهمه. على فكره المحاضره دي بدل ما هي ساعه ممكن تبقى 2 و3 و4 بحشو زياده. احنا لغينا الحشو وقلنا الحاجات المهمه اللي احنا عايزين نقولها. وبعد ما اخلص دلوقتي هقول لك الطريقه هيبقى 1 2 3. تمام. طيب اكمل المواقع. المواقع اللي انا اقدر اشتغل عليها كفريلانسر، في مواقع عربيه ومواقع اجنبيه. طب ترشح لي عربي ولا اجنبي؟ انا هقول لك الاثنين وهقول لك المهم فيهم واللي هتدخل عليهم، ولكن انا بقول لك من دلوقتي لو عايز تشتغل بسرعه المواقع العربيه رقم 1. لو عايز تشتغل بسرعه موقع خمسات وموقع مستقل ومش عايز حاجه منك تاني. خمسات، موقع خمسات وموقع مستقل، دي اشهر مواقع للفريلانس، مواقع عربيه.
تابعه لشركه اسمها شركه حاسوب. المواقع دي كانت بدايتها في حوالي 2010، وعلى فكره عليها عدد مستخدمين يعني ملايين دلوقتي. موقع خمسات ده موقع اسمه خمسات لان الخدمه اللي بتقدم فيه بتبدا من $5. ده خاص بالخدمات الصغيره، وده اكبر موقع الخدمات الصغيره، موقع عربي. الموقع مستقل، وده الخدمه اقل خدمه فيه بتبدا من $25. وخدمه يعني ايه؟ يعني ان انا بكون مقدم مهاره العميل هيدخل يشتريها مني. المينيموم اللي هو يشتريه مني في مستقل 25، في خمسات 5. هتيجي تقول لي طب ما اشتغل على مستقل ما اشتغلش على خمسات، اقول لك المنافسه على مستقل كبيره، فبالتالي انا بتعلم الاثنين، بنافس هنا وبنافس هنا، جالي عميل من هنا شغال، جالي عميل من هنا شغال. فده موقع خمسات وموقع مستقل. في موقع كفيل وهو موقع زيهم بالظبط، ولكن يجي في مرتبه متاخره عنهم. ونزود هنا موقع اسمه موقع خدماتي، موقع ظاهر بقاله حوالي سنه ونص، موقع من المواقع الكويسه، او بقاله يجي اقل من سنه، غالبا اقل من سنه. موقع برضو من المواقع الكويسه جدا، اللي مشابه بشكل كبير جدا لموقع خمسات، واللي تقدر تدخل برضو تشتغل عليه بجانب خمسات ومستقل. يبقى انا دلوقتي برشح لك موقع خمسات، موقع مستقل، موقع خدماتي. طيب في المواقع الاجنبيه برشح لك موقعين. طبعا موقع فايفر ده احنا كنا حاطينه، وانا بحطه دايما عشان خاطر ابدا اقول لك ان الموقع ده احنا ما بنشرحوش، ما بنحبش ان احنا نتكلم عنه، لان الموقع ده وما انصحش طبعا ان حد يدخل عليه، لان انت في غنى عنه، لان في مواقع تانية كتير جدا، لان هو موقع اسرائيلي. طيب الحاجه الثانيه ارشح لك ايه بقى في المواقع الاجنبيه؟ ارشح لك موقعين، موقع ابورك، موقع فريلانسر. موقع ابورك، موقع فريلانسر. هتقول لي طيب انا دلوقتي عشان ما توهش هدخل على المواقع دي كلها، هقول لك الغي لي المواقع الاجنبيه، ابدا لي بخمسات، مستقل، خدماتي، مش عايز منك اكتر من كده. كل موقع من دول انا حابب ان انا اتعلم فيه ايه بقى. وهنا بقى الكونتنت بقى اللي هيكون صعب شويه علينا ان احنا ندخل له. اول حاجه لازم اعرف الموقع ده بيشتغل ازاي، لازم اعرف هدخل اسجل اعمل عليه اكونت ازاي، ومعظم الناس بتعرف تعمل الخطوه دي. الحاجه الصعبه بقى ان انا اعرف ان انا محتاج على كل موقع ادخل له اعمل عليه بورتفوليو واقدم عليه خدمات. تقول لي يعني ايه؟ اقول لك يعني دلوقتي لو انت على سبيل المثال حابب انك تفتح محل ملابس، محل الملابس ده بتبدا رقم واحد انك تروح لمكان تاجره، او تخلي في مكان عندك في البيت كده اوضه دي المحل بتاعي. طيب الحاجه الثانيه لازم اجيب منتجات احطها عندي عشان الناس تشوفها وتشتريها مني. ده اللي بتعمله على موقع فريلانس، ان حضرتك بعد ما سجلت على الموقع طبيعي انك تدخل على الموقع تحط منتجاتك، اللي هو تقدم بقى مهاراتك، تقول والله يا جماعه انا بعرف اعمل 1 2 3 4 بكرايتيريا معينه الموقع بيكون طالبها. تحط صوره وتعرف بنفسك وتعرف بالمهاره واسعارها وتعمل لها تطوير، وحاجات كتير جدا لازم انك تعملها عشان تقدم الخدمه بتاعتك. بعد كده رقم 3 لازم تتعلم ازاي هتجيب اول عميل، وهقولها لكم النهارده ان شاء الله بما ان في حد سالني فيها. حاجه رقم 4 لازم تتعلم بعد ما جبت اول عميل ازاي هتتعامل معاه. لازم التعامل مع العميل ده مهم جدا عشان ما يحصلكش تتعرضش للنصب على المواقع دي ابدا، لو انت فعلا فاهم الدنيا دي كويس وحد مفهمها لك ومظبطها معاك ومسيستم الدنيا. اللي بعد كده لازم تعرف انك يعني ايه باي بال وازاي تعمل اكونت عليه. لازم تعرف ايه هي الطرق اللي انا اقدر اسحب بيها الفلوس بتاعتي، سواء باي بال او حاجه ثانيه غير باي بال. ايه افضل فيزا بنكيه لازم اعملها. لازم الحاجات دي كلها تكون عارفها بخصوص المواقع. طيب الحاجه دي انا ممكن ان انا اتعلمها ازاي؟ حاجه من اثنين، يا اما مجاني ان انا ادخل على اليوتيوب، وبصراحه انا بكلمكم والله بكل صراحه مفيش محتوى مجاني على اليوتيوب للفريلانس، لان كل المحتوى اللي موجود للفريلانس هو محتوى ربحي بس. اللي هو الشخص اللي دخل قال لك والله انت لو عايز تشتغل من بيتك وتقبض بالدولار ادخل على موقع خمسات وسجل واعمل كذا كذا كذا، والله ما يعرف يقول لك بتقدم خدمه عليه ازاي. انا بحلف لك بالله ما يعرفش يقول لك تقدم خدمه عليه ازاي. ولو هو شخص عارف مش هيقول لك، عشان خاطر ده هتلاقيه هو كورس بيقدمه. وبصراحه هي بتاخد وقت، يعني هو عشان يعلمك حاجه زي دي اصلا محتاج منك 3 4 محاضرات عشان تبدا تتعلم انت هو الحاجات دي. فبالتالي قدامك الجزء المجاني، الجزء المجاني هيقابلك فيه مشكله ان هو مش ابديتد. تلاقي اخر فيديو مثلا يعلمك ازاي تسجل على الموقع من سنه والسياسات دي اتغيرت فمش عارف تسجل. الحاجه الثانيه ان الكونتنت عليه مش كامل. طيب الجزء الثاني انك تتعلم الحاجه دي مدفوعه، وبرضه اللي بيقدم الحاجات دي كتير، يعني اللي يقدم الحاجه المدفوعه دي ناس كتير. احنا اوريدي بنقدم الحاجه دي، بنقدم كورس الفريلانس اللي بيعلمك مواقع الفريلانس كلها من البدايه، خمسات، مستقل، بعيد، خدماتي، فريلانسر، ابورك. يعلمك ازاي تسجل عليهم، ازاي تعمل عليهم اكونت، ازاي تضيف خدمات، ازاي توثق الاكونت بتاعك، ازاي تتعامل مع العميل وتجيب اول عميل وتبدا انك تتعامل معاه، وبعد كده انك تستلم الشغل بتاعك وما يتنصبش عليك.
ازاي تعمل اكونت على باي بال وتربطه بالموقع وتسحب فلوسك من عليه من البدايه لغايه النهايه خالص. بالاضافه للمهاره اللي احنا بنعلمها لك عندنا، عشان خاطر انا عارف ان في ناس بتجيلي تقول لي والله انا ما اعرفش اي حاجه، انا عايز ادخل المجال وخلاص. طب تعرف تعمل ايه؟ انت خريج كليه ايه؟ خريج كليه على سبيل المثال خريج كليه طب يا عم. طيب طب انت ايه المهارات اللي تعرف تشتغل بيها اونلاين؟ لا ما عنديش اي حاجه لسه. فيجي يتعلم كتابه المحتوى، يتعلم فريلانس، تلاقيه بعد اسبوعين بالظبط بدا ان هو يشتغل على مواقع فريلانس، واوريدي ده بيحصل، وبعد اسبوع كمان. تمام، ده النقطه بتاعت كورسات الفريلانس. في اماكن تانية ومصادر تانية بتقدم الكورسات دي، هتلاقيها موجوده على فيسبوك وموجوده على جوجل. تقدر انك تشترك في المكان اللي تلاقي فيه الكونتنت اللي انت حابب تتعلمه، واللي تسال فيه الناس تلاقي فيه فيدباك كتير كده من الناس بيقول لك ان المكان ده كويس، تقدر انك تتعلم منهم. انا بعد ما اتكلمت في الكام نقطه دول، انا عايز اوريكم بس كام احصائيه كده بالمره واحنا فاتحين. هوريكم احصائيتين بالظبط، ولكن كل لينك هنفتحه هيكون فيه جواه احصائيات كتير جدا. ممكن ابعت لكم اللينكات دي تبداوا انتم انكم تقراوها. الاحصائيات اللي انا اوريها لكم دلوقتي دي حاجات ابديتد، يعني حاجات جديده كلها، ممكن تكون حتى في 22. وبالتالي كل الارقام اللي موجوده هنا دي هي اخر الارقام اللي موجوده، واللي كمان بتزيد، يعني طبعا بتزيد مش بتقل. دلوقتي احنا عندنا اثنين، يعني دي 55 احصائيه عن مجال فريلانس او عن الفريلانس بشكل عام، واللي بيكلمك فيها وبيقول لك عدد الناس الفريلانسرز. يعني هو بيقول لك هنا في اليونايتد ستيتس الناس اللي هو عمل السيرفي ده حوالي 59 او 60% من الفريلانسرز استجابوا ليه وبداوا ان هم يردوا عليه. يقول لك والله ان هم 86% منهم بيشتغلوا من البيت. ايه ده بقى ان هو يقول لك ده بيشتغل من البيت، ده بيشتغل من مكان تاني، ورك سبيس مثلا بيروح يشتغل فيه. 84% منهم بيقولوا ان هو اللايف ستايل بتاعهم بقى زي ما هم حابين. الفريلانس اداهم اوبشن ان هو يخلي اللايف ستايل بتاعه زي ما هو حابب، يغيره براحته، لانه والله ظبط له مواعيد براحته بما يناسبه. يعني ظبط له الحاجه الثانيه كمان، ظبط له الفلوس، بدا ان هو يحدد اسعاره بنفسه ويشتغل في الوقت اللي هو فاضي فيه فيجيب فلوس اكتر، فاللايف ستايل اتغير وبقى احسن كتير. وبعد كده طبعا هنا حتى بيقول لك ان الهيلث بتاعته اوفر اول بقت امبروفد 64%، ان هو متحسن، الحاله الصحيه بتاعته بقت احسن كتير. طبعا ده كله هنا طبعا بيقول لك ان هم اختاروا المجال ده عشان فليكسبيليتي اللي فيه. ده كلها احصائيات موجوده عن المجال، وهبعت لكم الاحصائيه دي باذن الله ان انتم تقراوها. هنا بيقول لك والله ان برضه في نفس الاحصائيه، في الاحصائيات اللي هو عاملها في نفس الويب سايت ده، 41% من ان القوى العامله في امريكا، تمام، في 2020 ان 41% من القوى العامله كانوا فريلانسرز. يعني احنا دلوقتي لو القوى العامله عندنا 30 مليون في مصر، 15 مليون او 12 مليون منهم بيشتغلوا فريلانسرز، والباقيين بيشتغلوا فول تايم جوب. احصائيه كبيره جدا. الاحصائيه دي زادت بنسبه 13% من 2013، وده رقم ضخم جدا. وعلى فكره الاحصائيه دي لو اتعملت في 2022 الرقم 41 ده ممكن يبقى 51 او 61 كمان. طيب بيقول لك والله هنا ان هو بيقول لك ان يعني الاحصائيه دي برضو زادت بنسبه 17% في 2014، ان الناس فضلت الفريلانس على الفول تايم جوب. بعد كده عامل لك الايرننج بتاعهم، بيقول لك ان 31% من الفريلانس وركرز بيكسبوا اكتر من $75,000 في السنه. فده رقم ضخم جدا، يعني ده بالنسبه لنا اصلا رقم كبير جدا. هجيبه مرتين ثلاثه ومش عايز حاجه تاني. طبعا هنا بدا ان هو يتكلم عن تخصصات. يقول لك ان مثلا السيل سبيشالست بيقول لك والله ان هم برضو ويل بي فريلانسر كاتيجوري بياخدوا مقابل كويس جدا، والافريج سالري بتاعهم $60,000. فده برضو يقول لك ان المجال ده من المجالات المهمه جدا. الكوبي رايترز هنا برضو بيقول لك يكسب لغايه $250 في الساعه. رقم 23 اللي هي سام كوبي رايترز كان ايرن اب تو $250 في الساعه. رقم كبير جدا. مش بقول لك ان الرقم ده انت هتجيبه ولا في البدايه ولا في مش عارف ايه، لكن ده رقم اوريدي موجود. انا جايب لك احصائيات اوريدي موجوده 2022. بيقول والله هنا السالري بتاع الويب ديزاينر، الناس بتوع الويب اللي هم بقى بيعملوا ديزاين الويب او بيعملوا ديفلوبمنت، $77,000 في السنوي، يعني انوالي، اللي هو سنويا حوالي $77,000. طبعا دي كلها احصائيات كبيره جدا. حتى هنا جه بدا ان هو يتكلم على
الاماكن اللي هم بيشتغلوا عليها، فلقى ان ابورك عليه حوالي 17 مليون مستخدم موجودين بيستخدموه. بدا ان هو يتكلم على فايفر، بدا ان هو يتكلم على freelancer.com، يتكلم على هتلاقي مثلا بيتكلم على بيبل بالاور، بيتكلم على ويب سايتس كتيره جدا. الاحصائيه دي محترمه جدا، وهبعت لكم اللينك بتاعها تقدروا انكم تقراوها وترجعوا لها وترجعوا للمصادر اللي موجوده تحت عشان تعرفوا قد ايه المجال ده بقى مهم جدا حاليا. برضو في شويه احصائيات ثانيه كمان معموله 2022 هي ابديتد، بيتكلم والله على اعداد الفريلانسرز اللي موجودين في العالم حاليا. بيقول والله ان في بيقول والله ان شوف بقى بيقول لك ايه، في حوالي 58 مليون دلوقتي شخص بيشتغل كفريلانسر. بيقول لك ان متوقع ان في يونايتد ستيتس هيبقى الماجوريتي بتاع الورك فورس في 2027 فريلانسرز. يعني ان حضرتك في 2027 الجزء الاكبر من الناس اللي بتشتغل هيكونوا شغالين فريلانسرز. احصائيه جميله جدا بقى رقم 2 دي. بيقول لك والله الناس اللي بتشتغل في جوجل مش حاطه اماكن ومكاتب عشان تشغل فيها الناس بس، لا هي بتشغل ناس من بيتها. ففي ناس بتشتغل من البيت، والنسبه اللي بيشتغلوا من البيت اكبر كمان. يعني هنا بيقول لك فريلانسرز هنا هم، والناحيه الثانيه البيرمننت دول ان هم الناس الثابته اللي شغالين من اماكن في شركه جوجل. وجزء ثاني من الشغل كبير جدا اللي هو 54% بيدي لي فريلانسرز اونلاين بيخلصوا لهم الشغل اللي هم مطلوب منهم. الاحصائيه دي كانت موجوده اهي، واحصائيه يعني كبيره جدا ومحترمه جدا. تمام. يبدا بقى ان هو يقول لك هنا بعض الاحصائيات في الدول والناس اللي هم بيكسبوا قد ايه، والدول واعلى الدول كمكسب يعني. وبعد كده يكلمك كمان عن احصائيات للفريلانسرز نفسهم، وعن يعني ايه افضل المجالات وافضل المواقع اللي هو ممكن يشتغل عليها. هتلاقي موقع ابورك من المواقع اللي الناس كلها بتتكلم عنها، ولكن مش عايز ده برضه يغرك انك تخش على موقع ابورك على طول كبدايه. انا عايزك انك دايما تفكر في المواقع الاسهل اللي تقدر من خلالها تشتغل بسرعه، ومع الوقت ومع الخبره اللي هتاخدها هتقدر انك تدخل للمواقع الكبيره زي موقع ابورك وتقدر تثبت نفسك عليه وتجيب الدخل الكبير جدا من الارقام اللي انت بتسمعها دلوقتي. انا كنت عايز اوريكم بس الكام حاجه دول، ودلوقتي هبدا ان انا اشوف لو حد منكم عنده اي سؤال يقدر يعمل ريز هاند، ناخد مجموعه من الاسئله ونبدا ان احنا نجاوب عليها. هاخد سؤال واجاوب عليه سريعا كده، بس عشان بس يعني عشان الوقت. لو لقينا عدد الاسئله قليل هجاوب للشخص على اكتر من سؤال، ولكن لو في اكتر من حد عامل ريز هاند فهناخد من كل شخص سؤال عشان خاطر الوقت يعني ما يسرقنيش. تمام. رقم 1 ياسين، هي استاذه اللي هي كانت كلمتنا قبل كده، اتفضلي. هو اسم الاكونت ياسين الحسيني. طيب استاذه سلسبيله. لو أيوة. ممكن حضرتك بس تعيد برامج المونتاج ايه هي؟ ايوه ما سمعتش يا سلسبيله بتقول ايه؟ حضرتك تعيد برامج مونتاج بس بتاع التليفون واللابتوب. اعيد لكم اسمائهم، حاضر. يعني اه المونتاج للموبايل VN اوكي كاب كات CAP CUT. تمام. بريمير رش بريمير BRIE ايه تاني؟ بريمير PRI E او EI يعني زي ما الصح بتاعها. لو كتبنا بريمير بالعربي هيطلع لنا يعني مش مشكله. تمام. انت كده كتبت ايه؟ VN كاب كات وCUB وCUT ده كاب بريمير. كات. ما هو كاب كات ده انا كنت بقوله لك. كاب كات هو CUB CUT. تمام. باختصار لك بقول لك بس السبيلنج بتاعه والبريمير. تمام. وبالنسبه بقى لللابتوب عندنا البريمير بقى، البريمير نفسه برنامج بريمير، وبرنامج دافينشي ريزولف، وبرنامج فيلمورا. تمام. شكرا تمام. جدا. تمام جدا. العفو. طيب ايوه اتفضلي. اتفضلي لك. قولي لي اسمك عشان خاطر ايوه فانا اكونت اسم ابني هو اللي كان عامل الاكونت ده على تيم، بس انا اسمي ريهام.
بقول لحضرتك يا دكتور، طيب انا مثلا واحده عندي باك جراوند، عندي خلفيه طبيه، كويس. وفي نفس الوقت الحمد لله الانجليزي بتاعي كويس. انا ممكن استغل ده في ايه؟ على في مجال مواقع الفريلانس الكونتنت. يعني هل ابدا الاول؟ انا زي ما قلت لحضرتك ان انا اوريدي بدات كورس ترجمة ميديكال طبية. ترانسليشن بالظبط. وكمان الحاجه الثانيه انا بفكر ان شاء الله اخد الكورس ان شاء الله، بس بعد ما اخلص ده الكونتنت رايتنج باذن تمام. الله. وده حتى انا عايزه اخده عند حضرتك عشان اخد الشامل اللي هو الفريلانس والكونتنت رايتنج مع بعض. تمام. بس يعني ايه الحاجه يعني ايه الحاجه اللي ممكن تكون مناسبه ليا او ممكن استخدم فيها المهارات دي؟ رقم 1 كتابة المحتوى، رقم 2 الترجمة بشكل عام، سواء كانت ترجمة طبية أو الترجمة العادية. تمام. طب ليه والترجمه كتابة المحتوى؟ العاديه؟ ليه كتابة نعم. المحتوى؟ لأن كتابة المحتوى هنتعلم فيها كتابة المحتوى بأنواعه، وأنا عندي أصلا باك جراوند طبية، فلو طلب مني أي حاجة طبية علمية هعرف أكتبها، اللي هي بدأ بأبستراكت وبعدين الموضوع وبعدين الكونكلوجن. الموضوع بالنسبة لي هيبقى متاح، اوكي فأنصح بيه جدا. تمام. يعني ممكن، لان انا يعني مش يعني ده حضرتك تقدر تقول ان هو كبدايه كويسه ان الكونتنت رايتنج والميديكال ترانسليشن كفايه ان الواحد يركز فيه. طبعا طبعا كفايه، تمام. خصوصا طب برضو عشان الباك جراوند اللي عندي، وعشان يعني على حسب بقى وقت التفرغ بتاعي، حسب انا عندي القدره دلوقتي ان انا اتعلم فعلا حاجه زي التصميم لمده 3 شهور او 4 شهور او 5 شهور واشتغل بيها، ولا انا ما عنديش خلق الحاجه زي كده. في ناس هيبقى لا في ايوه، في ناس. ناس انترستد فيها لكن انا مش بالظبط انترستد فيه. بالظبط. مهم. فبالتالي مش ما عنديش ناحيتها شغف، لكن هو ممكن اكتر الريسيرش او البحث او الكتابه او التدقيق او هو كده. افضل حاجه على فكره مناسبه، يعني ده افضل حاجه مناسبه. وهو انا تقريبا كتبت حضرتك قبل كده وحضرتك قلت لي ان الكورس اللي هو الشامل اللي هيبقى فريلانس وكمان كونتنت رايتنج هيبتدي في نوفمبر. احنا صح؟ اوريدي في كورس ان شاء الله باذن الله هيبتدي في اخر الشهر ده، في اخر شهر نوفمبر، سواء اوفلاين او اونلاين، يعني متاح الاوفلاين ومتاح الاونلاين، وهقول لكم ان شاء الله على تفاصيل الاثنين. تمام. ومدته قد ايه لو سمحت؟ كام شهر؟ هقول لكم بقى على تفاصيلهم كلهم في في نهايه، الاخر او خلاص. اوكي. ممكن بالمره، يعني بما اننا فتحناها عشان خاطر يعني ما نقولهاش برضو، نختصرها على طول. احنا دلوقتي بنقدم في الصفحه عندنا كورس كتابه المحتوى وكورس الفريلانس. كورس الفريلانس اوريدي انتوا بقيتوا عارفين الكونتنت بتاعه دلوقتي، اللي انا اتكلمت عنه من شويه، المواقع وازاي اسجل عليها وازاي اكلم العميل واتعامل معاه او العميل، والباي بال، وازاي يعني اسحب فلوس من الموقع. ده كورس الفريلانس. كورس كتابه المحتوى يعلمني انواع المحتوى والباير بيرسونا، وازاي اقدر اكتب محتوى السوشيال ميديا، وازاي اكتب محتوى الجوجل، وازاي اكتب المحتوى السكريبت الفيديوز. الحاجات دي، الكورسين دول موجودين اوريدي عندنا في كورس شامل اسمه كورس الفريلانس الشامل، موجود فيه الجزئين دول، حته الفريلانس كامله وحته كتابه المحتوى كامله، وموجودين منفصلين. تقدر تيجي تقول لي عايز اخد الفريلانس بس وعايز اخد كتابه المحتوى بس. طيب ده مدته قد ايه؟ والله موجود اونلاين وموجود اوفلاين. الاوفلاين هو 6 محاضرات، المحاضره ساعتين بتتعلم فيها الفريلانس وبتتعلم فيها كتابه المحتوى في ال6 محاضرات دول. تمام. الاونلاين بيكون 9 محاضرات لايف زي ما احنا قاعدين كده مع بعض، محاضره ساعه ونص، وفي محاضرتين مسجلين اللي بتتعلم فيهم الوورد والكلمات المفتاحيه. لو في نظام الاوفلاين بيكون محاضرتين بس في الاسبوع، غالبا المحاضرات الجايه دي هتكون خميس وجمعه الساعه 5 مساء في مدينه نصر. الاونلاين بيكون خميس جمعه سبت 3 مرات في الاسبوع الساعه 8 مساء. المحاضره بتكون في حدود من ساعه ونص لساعتين. طبعا ليه الاونلاين اكتر من الاوفلاين؟ لان الاونلاين بيضيع فيه وقت كتير، في حته انك ممكن تاخد اسئله في السؤال، على ما تاخده يبقى النت فيه مشكله، الناس على ما تدخل النت يبقى فيه مشكله، فبالتالي غير الاوفلاين. احنا بنبدا على طول في الاوفلاين، اللي عنده سؤال بيوصل لك على طول بتجاوب عليه، الموضوع بيكون يعني اسرع في الاوفلاين. عشان كده الاوفلاين 6 محاضرات، المحاضره ساعتين. الاونلاين 9 محاضرات، المحاضره من ساعه ونص لساعتين، حسب بقى الاسئله والكلام ده كله. تمام. برضو من الحاجات اللي باذن الله بقى هتضاف الفتره الجايه، في كورسين هينضافوا الفتره الجايه خلاص وهيتم الاعلان عنهم. هو كورس الجرافيك ديزاين، والكورس ده من الكورسات الكويسه جدا، واللي هينزل بسعر خاص، يعني الاول دفعه تتعمل عندنا. الكورس ده هيبقى نازل بسعر غالبا يعني هيكون بنسبه
يعني اقل من نص السعر عند اللي بيتقدم بره. لو بيتقدم بره ب 2000 و1500، لا عندنا يبقى باقل من نص السعر ده. الحاجه الثانيه هنقدم كورس الموشن جرافيك. كورس الموشن جرافيك هيعلمك بريمير وهيعلمك افتر افكت، يعلمك مونتاج ويعلمك موشن جرافيك. الكورس ده برضه هيكون بسعر اقل بقى من مش بالنص السعر ده، اقل بكتير جدا من اللي بيتقدم بره. وبعد الكورسات دي تقدر انك تاخد برضه كورس الفريلانس. هتلاقي نفسك انت طالع بعد المده اللي اتعلمت فيها المهارات دي، لا انا قادر اشتغل وعارف الطريق ازاي وعارف انا همشي ازاي. هتلاقي الموضوع بالنسبه لك باذن الله سلس جدا وبسيط. وبالمناسبه ان اي حد من اللي موجودين في الايفنت او موجودين في جروب الايفنت، هي المحاضره المجانيه دي، يقدر ان هو يكلمنا، لان بيكون ليه يعني بيكون ليه اسعار كورسات بتكون فيها خصم شويه للي حضر المحاضره المجانيه. تمام. للناس اللي موجوده حاليا تقدروا ان انتوا لو احتجتوا اي حاجه يا تكلمونا برايفت، يا تبعتوا للبيج دكتور فريلانسر على الفيسبوك، او تبعتوا لرقم الواتساب على طول اللي هو 03 35 88 360. ده ممكن تبعتوا له تقولوا له التفاصيل، يبعت لك تفاصيل كل حاجه، تعرف انك تتواصل معاه ويقول لك الاسعار والحاجات دي كلها. تمام. تمام. شكرا جدا يا دكتور. العفو، تحت امرك. معلش ممكن استاذن حضرتك، بس ان انا هضطر استاذن من المحاضره عشان عندي ظروف والله. بس تمام. انا بشكر حضرتك جدا وهتواصل مع حضرتك. وانا فعلا زميلتي اللي قالت لي على حضرتك هي اخذت الكورس الشامل. هي قالت لي انا ما خدتش كونتنت رايتنج لوحده، انا خدته من ضمن كورس تاني اكبر، وهي اوريدي بتشتغل في المجال بقى لها فتره من بعد ما اخذت الكورسات مع حضرتك. كويس جدا، الحمد لله. خلاص، تشرفينا باذن الله. تشرفينا باذن الله ان شاء الله. شكرا. ميرسي. مع السلامه. مع السلامه. استاذه ميرا اتفضلي. كنت عايزة أسأل بس يعني هو دلوقتي لما باجي أنزل خدمة أو حاجة بيبقى في ناس عندهم اللي هما الريفيوز عندهم، يعني أنا ببقى داخلة من غير ولا ريفيو، بيبقى هما عندهم ريفيوز، فأي حد بيجي مثلا عايز الخدمة. هل انت اللي سالتيني عن اول عميل؟ اه هجاوب لك عليها دلوقتي بقى بالمره. تمام، كملي وهجاوب لك عليها بالمره. تمام. يعني هو أكيد لما العميل هيجي هياخد الواحد اللي عنده ريفيوز أولى من اللي ما عندوش خالص، فهي دي الفكرة بقى. تعالوا نضرب مثال بسيط. عبد الله دلوقتي بيقدم كتابة المحتوى، بيدي كورسات، ويعني خلينا نقول حتى مثال غير عبد الله، اي حد تاني جودزيلا في مجال كتابة المحتوى بيكتب 500 كلمة ب$5، وحضرتك دلوقتي داخلة بتكتبي 1000 كلمة ب$5. طيب انت عندك المهارات اللي الشخص ده محتاجها لكتابة المحتوى، الشخص ده عنده نفس المهارات، هو مش هيطير، هو يكتب مقال ممكن يكون مميز حاجات بسيطة عن المقال اللي انت تكتبيه، ولكن في النهاية الاثنين هيقضوا نفس الغرض. العميل بيروح دايما للي عنده كواليتي كويس وسعره احسن. حضرتك دلوقتي لو عندك المهاره كويسه وسعرك كويس، هيروح لك انت وهيسيب اللي عنده 50,000 ريفيو. وعلى فكره في ناس كتير بتختار مخصوص اللي ما اشتغلوش خالص جوه الموقع عشان بتاخد منهم اسعار كويسه. تمام. اول عميل ده بقى بيجي ازاي؟ اول عميل بيجي عن طريق ان انا لازم الاكونت بتاعي يكون متوثق جوه موقع الفريلانس اللي انا شغال عليه. الحاجه الثانيه، لازم الاكونت بتاعي اكون حاطط عليه خدمات بتوضح المهارات اللي موجوده عندي. انا رايح اقدم لعميل حاجه لكتابه المحتوى، انا اوريدي مقدم خدمه لكتابه المحتوى. عامل حاجه للتصميم، اوريدي مقدم خدمه للتصميم. مهارات موجوده عندي وبعرف ان انا امارسها، والخدمه دي موجوده على الموقع. الحاجه الثالثه، لازم يكون عندي بورتفوليو كويس جوه الموقع. انا والله يعني بورتفوليو كده موضح الشغل بتاعي قبل كده، في صور ليه، في مقالات مرفوعه عليه، فبالتالي العميل ده يقدر ان هو يبص على شغل سابق ليا. حضرتك على فكره مش شرط بس ان يكون عندك ريفيوهات، انت ممكن يكون عندك شغل سابق، والشغل السابق ده مش شرط يكون عميل طالبه منك. انت ممكن وانت قاعد كده تقول انا هعمل النهارده 4 5 تصميمات كده احطهم عندي في البورتفوليو بتاعي، او هكتب مقالين النهارده عشان احطهم عندي العميل يبقى يشوفهم. تمام، ده رقم 3. رقم 4، انك تكتب له بروبوزال يشده. بروبوزال يعني الكومنت اللي بتعمله على الشغل اللي هو منزله. هو دلوقتي منزل مطلوب كاتب محتوى لكتابه كذا 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 في المجال الطبي، عدد كلمات كذا ومش عارف ايه والكلام ده كله، اكتب له كل التفاصيل. قول له والله اهلا بيك، معاك عبد الله محسن، كاتب محتوى، خبره قد كذا، درست في المجال الطبي فعندي خبره في الكتابه في المجال الطبي. بالنسبه لو انت حابب انك تشوف اي شغل سابق ففي موجود في الاكونت بتاعي، تقدر انك تطلع عليه، اقدر ان انا اعمل لك الشغل بتاعك ده. مميزاته هتكون خالي من الاخطاء الاملائيه، يحتوي على كذا، يحتوي على صور، يحتوي على مش عارف ايه، موافق للسيو. انا عمال دلوقتي اعد له واكتب له بروبوزال يشده، الحاجات اللي انت عايزها هتلاقيها موجوده عندي، السعر هيبقى كذا، واديته سعر احسن من اي حد تاني كان مقدمه، العميل ده هيجي لي على طول. عايز اقول حاجه، كلنا في البدايه كنا جداد جوه الموقع وما كانش عندنا اي عملاء.
وحاليا بقيت يعني الحمد لله انا من اعلى الرتب جوه الموقع اللي هي رتبه بائع مميز. ودي رتبه عاليه جوه الموقع. الموقع الفريلانس بيكون جواه رتب كمان غير التقييمات، جواه رتب انت موجود من امتى وبعت قد ايه والكلام ده كله. فبالتالي احنا كنا في البدايه كلنا ما كانش عندنا اي عملاء. الناس اللي بتطلع من الكورس دي ما يكونش عندها اي عملاء، وبعد محاضرتين 3 4 بيجي لهم عملاء بنفس الطريقه والنظام والسيستم اللي انا قلته لك دلوقتي ده. تمام، شكرا لحضرتك. العفو. بشوي اتفضل. افتح المايك. طيب دكتورة إسراء ممكن على ما بشوي يفتح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة كان حضرتك تعقيبا على السؤال اللي كان قبلي ان هو احنا بنقدم بروبوزال للعميل يشد وكده. انا كنت النهارده كنت فتحت خمسات ولقيت طلب عند الطلبات اللي هي الغير موجودة دي، ان واحد عايز مقال 15 صفحة في خلال 24 ساعة وعارض الفلوس $5. هل انا كعميل جديد كان انا لسه بشتغل جديد ممكن اقبل بالمجهود كده؟ لان 15 خليني أقول بس حاجة. 15 صفحة ده هو قال 15 صفحة؟ كاتب 15 صفحة مع المصادر في خلال 24 ساعة. الخط حجمه كام؟ لا مش موضح أي حاجة غير كده، بس في خلال 24 ساعة والبتاع ده مع المصادر وب$5. حتى البروبوزال اللي كانت على التعليقات كانت الناس كاتبين له مقابل $25 مقابل $15. يعني حتى في ناس عارضة مبلغ أكتر. لا أنا قصدي إن أنا بشتغل لسه، أو يعني عشان مثلا لو أنا عايزة أجذب كعميل زي ده كأول عميل ليا، هل المبلغ مقابل ال 15 صفحة ده كويس ولا ده استغلال منه يعني؟ خليني بس أردلك على السؤال وأوصل يعني. أولا ما نقللش من سعرنا كده، لأن إحنا كده يعني بنحرق مجهود على الفاضي وبنضيع مجهود ناس تانية جوه الموقع وبنخلي في ناس يستغلونا جوه الموقع. فبالتالي حد يطلب حاجة زي كده أكيد مش هنعملها. ولكن التوضيح اللي أنا كنت عايزه هو مفيش حاجة اسمها 15 صفحة، لأن هو لو طلب 15 صفحة بقول له حاضر تعالى يلا أعمل لك الشغل ده ويدفع، وبعد كده أروح عامل له الخط مثلا 64. 15 صفحة دول هيجيبوا له 800 كلمة. انت واخده بالك معايا؟ اعمل له الخط 100 وحاجه. فبالتالي هو مش هيقدر، هو 15 صفحه مش هو طالب 15 صفحه اعملهم. فبالتالي لازم هو لو موضح عدد كلماته، اقصى عدد كلمات تقدر انك تعمله مقابل $5 2000 كلمه. 2000 كلمه وده كتير انت عشان بس اول عميل. بعد كده اكثر من 1000 كلمه ما تعملش. كمبتدئه 1200 حتى او 1500. اقصى حاجه 2000 واكتر من كده ما تعملش. تمام. وبعد كده تنزل سعرك ل 1000 كلمه. 1000 كلمه مقابل $5 وتثبت على النقطه دي. عميل جه كلمك وطلب منك شغل كتير يعني مثلا طلب منك 10 مقالات وقال لك عايزين نخلي ال 1000 2000 1200. مش مشكله، الموضوع بسيط، بس يكون انت ليك سعر محدد بقى اللي هو 1000 كلمه مقابل $5. تمام. اصل شفت ناس كاتباله يعني ناس موافقه وناس زودت لحد $30 و$25، فقلت اكيد ده مش سعر يعني اللي هو حاطه. اكيد هو بيستغل بس الدنيا شويه، خصوصا كمان ان بعد 24 ساعه ده حاجه صعبه كمان، مش حاجه سهله. طب معلش سؤال كمان. طب ناخد الاسئله عشان خاطر الوقت، ولو في وقت تاني هقول لك ترتيب كده برضو. استاذ محمد عبد المنعم اتفضل. هو بشوي معلش، بشوي كان قبله لو فاتح بشوي معلش اتفضل. لا اقفل تاني بقى عشان ده خاطر جنبك دوشه جامده. سامعني كده؟ تمام اتفضل. سامعني كده يا استاذ عبد الله؟ سامعك. معلش انا اسف بس فضلت حضرتك بس عشان النت عندي فيه مشكله. ولا يهمك اتفضل. حضرتك دلوقتي هو لازم نخش الفريلانس لازم يكون احسن حاجه في الانجليزي ولا لا؟ لا خالص، انت ممكن تتعامل على المواقع العربيه ولا محتاج انجليزي خالص يعني. لا لو الاجنبي بقى لو زي ابويك او فريلانس. لا محتاج يبقى عندك يعني محتاج في الانجليزي تكون يعني محتاج انك يكون عندك خبرة كويسة في الإنجليزي. محتاج إنك تكون على الأقل لو مش هتعرف إنك تتعامل بالإنجليزي بشكل كامل تاخد الحاجات دي
وتترجمها، وتبدا انك تترجمها تاني على سواء على جوجل او اي ابلكيشن وترد على العميل. بس ده يعني حاجه مش برشحها قوي بصراحه. يعني انت لو اللغه عندك مش يعني اللغه عندك لو 50% الدنيا تمام، لو اللغه اقل من كده لا بلاش يعني الحته دي. تمام، بلاش المواقع الاجنبيه، خليك على المواقع العربيه وهي كافيه جدا. شكرا دكتور عبد الله. تمام، العفو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. محمد عبد النعيم يا فندم. اتفضل اتفضل يا استاذ محمد. السلام حضرتك. حضرتك انا كنت اخدت كورس ديجيتال ماركتنج من يوداسيتي اللي هي منحه مبادره مستقبلنا رقمي، وبعد كده اخدت سي او بس ما